السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة سهلة التحضير في الساعة، يعني نوجدوها. المكونات اللي عندي هنايا: بطاطا سلقتها في الماء والملح، جوج بصلات حكيتهم مزيان، وعندي هنا كمية ديال الكفتة، كمية ديال الجبن الأحمر حكيته، 4 ديال الفرماجات، شوية ديال الملح وزيت الزيتون. أول حاجة غادي نديرها، يعني وصفة بسيطة وفي الساعة كنوجدوها، ديروها في الغداء ولا في العشاء. اول حاجه غادي هاد البطاطا محدها سخونه، غادي ندير لها شويه ديال الملح، واخا سلقتها في الماء والملح خاصها شويه ديال الملح. غادي ندير لها شويه ديال زيت الزيتون، غادي ندير لها هاد الفرماجات، وغادي نبعثها مزيان. فواحد المقله درتها فوق البوطه، غادي ندير شويه ديال الزيت، كميه صغيره. غادي ندير البصله تشحر، دابا غادي نضيف الكفته، غادي ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال الملح، الفلفل الاسود. صافي دابا غادي نحركهم مزيان. صافي دابا غادي طيبت الكفته، ما تخليوهاش حتى تيبس بزاف، صافي خليوها غير هكا، وغادي نطفي عليها البوطه وندوزو نكملو ان شاء الله الوصفه. صافي دابا الكفته ديالي ها هي واجده، البطاطا هاني معستها مزيان وها هي واجده، غادي نحيدهم هكا على جنب. غادي نجيب هاد الطاوه اللي كتدخل للفران واللي كتحل وتبلع، ندهنها بشويه ديال الزيت، درت شويه ديال زيت الزيتون، ندهنها مزيان. غادي نجيب نصف الكميه ديال البطاطا، ونسرحها مزيان. من سرحت البطاطا مزيان، دابا غادي ندير فوقها الكفته، حتى هي هكا نسرحها مزيان، وندير فوقها البطاطا اللي بقات. هي سرحوها بيديكم، دهنوها بشويه ديال زيت الزيتون ولا الزيت العاديه، سرحوها مزيان. صافي دابا راني سرحتها مزيان، دهنت يديا بزيت الزيتون وسرحتها هكا بيدي. دابا غادي ندير فوقها الفرماج محكوك، وغادي ندخلها للفران، نخليها واحد نص ساعه حتى تحمر البطاطا كامله وتحمر لي الوجه ديالها، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الشكل ديالها النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي قدمت لكم اليوم. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.